جابت شوارع المدينة تأييدا ومباركة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي جاء ثمرة وتتويجا لثورة 11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية. 25 يناير حقق حلمك يا ساير. شهدت مدينة البيضاء مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المدينة تأييدا ومباركة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي جاء ثمرة وتتويجا لثورة 11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية. المسيرة انطلقت من ساحة أبناء الثوار، ردد خلالها المتظاهرون الهتافات المؤيدة لنجاح الحوار والانتصار على مشاريع العنف وقوى الشر والفساد وإفشال كل المراهنات على إمكانية تعطيل مسيرة التغيير وجر البلاد إلى العنف، مؤكدين استمرار النضال حتى تحقيق أهداف الثورة الشبابية وتطلعات الشعب اليمني ورغبته الجامحة للسلام والاستقرار والدولة الحديثة التي يسودها النظام والقانون وينعم فيها كل أفراد المجتمع اليمني بالأمن والاستقرار، مطالبين بإنصاف شهداء وجرحى الثورة الذين كان الحوار ثمرة من ثمار نضالاتهم. نتقدم بالتهنئة الحارة لشعبنا العظيم في مناسبة نجاح الحوار الوطني، مؤكدين تأييدنا لمخرجاته التي تخدم أهداف الثورة الشبابية السلمية. ثانيا نؤكد على هوية شعبنا العظيم، نؤكد على الحفاظ على وحدة اليمن في ظل دولة اتحادية ترعى للشعب اليمني حق المواطنة المتساوية والعدالة والحرية والكرامة. وأمام إدارة أمن المحافظة نظم المتظاهرون وقفة طالبوا من خلالها قيادة الأجهزة الأمنية القيام بواجبهم في توفير الأمن والاستقرار ومنع التجول بالسلاح داخل المدن وإنهاء الانفلات الأمني بالمحافظة ووضع حد لما تتعرض له المدينة من اعتداء النافذين على أراضيها وشوارعها العامة بقوة السلاح. مدير أمن المحافظة أكد وقوفه إلى جانب أبناء البيضاء لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، داعيا كافة المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق ذلك. أصالة عن نفسي ونيابة عن أفراد الأمن في محافظة البيضاء نؤكد لكم كل التأكيد بأننا جئنا في هذا المكان أنا وإخواني من قيادات الأمن وأفراد الأمن، وأننا بقدر ما نحن مسؤولين سوف نكون خداما وحراس أمينين عليكم. خرج أبناء البيضاء اليوم للتعبير عن ابتهاجهم بنجاح مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدين أن الفرحة الكبرى ستكون بتنفيذ مخرجاته وتطبيقها على أرض الواقع وصولا إلى المستقبل المنشود الذي ينعم فيه اليمنيون بالأمن والاستقرار. فهد الطويل، قناة سهيل الفضائية، محافظة البيضاء. بلغت حالات